شيماء سيف واضح من اللي شايفاه جابت آخرها ونزلت صورة على حسابها على الانستجرام مكتوب فيها الكلام ده، وقالت خلاص الصيف بيخلص لكن آثاره مكملة. طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف أشكال وألوان مايوهات، لكن السنة دي العري فاق الوصف. المايو بقى يتلبس في كل مكان مش على البحر بس. توب المايو اللي في نظري جزء من الملابس الداخلية، وده أكتر وصف مؤدب أقدر أقوله. توب المايو بقى اللبس الرسمي للبنات وفوقه كاش مايو يبين أكتر ما بيستر. هي البنات دي ملهاش أب أو زوج أو أخ قلبهم ياكلهم عليهم والدم يجري في عروقهم. فين نخوة الرجالة؟ فين حياء البنات؟ والمصيبة إن كل الأعمار وكل الأحجام مش بتفرق. وكملت وقالت الموضوع زاد قوي قوي تحت مظلة إنه بلاش بادي شيمينج، يعني خجل من جسمنا وكلام فاضي. فين الحياء يا جماعة؟ البادي الجسم يعني ده المفروض نحافظ عليه مش نمتع غيرنا بيه. الغلط غلط ولو الناس كلها عملوه هفضل أقول ده غلط حتى لو كنت لوحدي اللي بقوله. وكملت وقالت العري مظهر من مظاهر التخلف الفكري، واللي فاكر إنه تحضر ماشي وراء القطيع بدون وعي. فين الحياء والعفة والخجل والخصوصية؟ واختتمت كلامها بالنسبة للي عنده أولاد صغيرين وبيسألوا ليه البنت دي لابسة كده يا ماما؟ كل شيء بقى مباح كده للناس كلها، ربنا يستر علينا جميعا ويهدي البنات والأولاد. وهنا خلصت كلامها. طبعا كل واحد حر، بس المثل بيقول إيه؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. والأمثال بتيجي من واقع حياتنا وعاداتنا وأصولنا، وربنا يهدي الجميع. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.